السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رح نعمل مع بعض اليوم زربيان عدني على دجاج. الدجاج لازم يكون منزوع الجلد بداية، وبنغسله بمي وطحين وملح وشوية خل، وبنحطه بعد ما نغسله حتى يتصفى معنا من المي. هون رح نبلش بالتحضيرات. رح أخذ راسين بصل كبار بقطعهم ترنشات مثل ما انتم شايفين، وبنقليهم بزيت حامي، لازم يكون سخن كتير الزيت. بنقلبهم لحتى ياخدوا معنا لون غامق أكتر من الإحمرار، يعني مو التحمير العادي، أغمق شوي. هون بنحطهم على جنب على فاين لحتى أو محارم المطبخ لحتى ناخد الزيت منهم، وبنحطهم بمكان هيك في شوية هواء. هلأ الخلطة اللي رح نضيفها على الدجاج هي تقريبا 4 معالق لبن ومعلقة كبيرة ملح. هاي معلقة صغيرة اللي أنا عم بحط فيها، فلهيك أنا بقولكم يعني معلقتين صغار أو معلقة كبيرة ملح. رح نحط أكتر من نص كمية البصل اللي قليناه، وتقريبا 5 أسنان توم. البهارات اللي رح استخدمها هون كلها بالمعلقة الصغيرة، معلقة الشاي. رح ناخد معلقة زنجبيل، معلقة قرفة، معلقة فلفل أسود، معلقة كركم، ومعلقة هيل، ومعلقة كزبرة، ومعلقة كمون. 7 بهارات هدول هم اللي رح نحطهم على الخلطة. هلأ بنضربها بالبلندر أو بأي آلة عندك موجودة، وهاي النتيجة. هاي الخلطة رح نضيفها على الدجاج، وبعد هيك رح ننزله بالطنجرة ونبلش نطبخه. هون أنا نقعته الدجاج نقعته بالخلطة تقريبا 10 دقايق، وبعد هيك رح نبلش نطبخه. طبعا بننزل كل الكمية، كمية الخلطة هاي اللي موجودة معنا كلها بننزلها، لأنه يعني هي سر النكهة، سر هاي اللي هي خلطة. هلأ عندي بطاطس. طبعا البطاطس هاي كمية تقديرية. فيك تحطي حبات بطاطس صغار كتير، تقشريهم تحطيهم كل حبة بحبتها، وأنا كان عندي حب كبير فقطعته. بنخليها شوي عريضة، بنخليهم بالطنجرة وبنغطي عليهم على نار هادية، بنضل بنقلبهم، بنضيف لهم شوية زيت لحتى يستوي معنا الدجاج والبطاطا. بكون أنا هون غسلت رز بسمتي حبة طويلة طبعا، ونقعته نص ساعة، وبعد هيك سلقته بالمي 3/4 استواء. بعدين بصفي وبحطه زي ما انتم شايفين فوق الدجاج والبطاطا، وبرش عليه باقي كمية البصل لحتى نكمل استواءه هون مع الدجاج والبطاطا. هون رح ندخنه، طبعا لازم ندخنه مثل ما انتم شايفين. وسعت شوي، عم برش اللي هو زعفران حتى ناخد نكهة ولون. وهون بالنص ولعت فحمة وحطيت عليها شوية زيت بالقصديرة، وغطيناها لحتى تدخنت شي ربع ساعة. تركناها لما جهز الرز معانا، وهيك صارت الأكل عنا جاهزة. طبعا بتتقدم مع الدقوس الحار، بتتقدم مع اللبن، بتتقدم مع سلطة، يعني مثل ما بدكم. بس هي أكتر شي يعني بلبق لها الدقوس، سواء كان اللي هو البيتي اللي بنعمله إحنا في البيت أو اللي هو بنشتري جاهز. وبصراحة ما بدي أقولكم على الطعم والريحة في البيت، إشي أكتر من الخيال. بتمنى إنكم تجربوا هالأكلة وتدوقوها وتقولوا لي شو رأيكم بالتعليقات، ويعطيكم ألف عافية.